في إحدى المقابلات للفنان السوري نزار أبو حجر مع الإعلامية رابعة الزيات بيصرح وبيقول بأنه عنده قدرات خارقة وبيقدر يشوف الغيب، وهو بالأساس بيعلم بالغيب. ولما سألته رابعة إذا بيدعي النبوءة فبرد نزار وبيقول أي إنسان بسيط إذا اتبع هالمنهج بيقدر يشوف هالشي. اللي عم يسمعنا الليلة ممكن يقول هذا الإنسان عم يعلن نبوءة معينة. هلا مهمة ما لا تفوتيني الفوتات، لا لي نبوءة. ما عم بتقلي عم شوف لا شيء أكبر. بني آدم إذا سلك أي بني آدم بسيط إذا اتبع هذا المنهج بشوفها. وبضيف نزار بأنه ما بحب التمثيل ودخل هالمجال بسبب ظروف مادية قاسية. أنا بحب التمثيل، وعلى فكرة اللي فوتني على التمثيل ظروف مادية قاسية جدا جدا جدا. ومن خلال سؤال رابعة فيما إذا كان نزار عانى من كونه فلسطيني، فبرد نزار وبيقول بعض الشباب نعم. يكون رد فعلهم تجاه الفلسطينية بيفكروني أنا شامي، ما بيعرفوني إنه أنا فلسطيني، بيرتاحوا ويحكوا. ومن خلال سؤال رابعة لنزار عن سبب دخوله لمجال التيك توك، فبيقول الله يخلي لي التيك توك والله يديمه علي، وهالمجال أفضل من التمثيل وأحسن ما ضل تحت رحمة المنتج، وكمان لأن المخرج إذا ما عجبه الممثل بيقلعه، لأن هاي أخلاق بعض المخرجين. احنا المخرج عندنا إذا بيزعل منك بيقول له قلعه للممثل. هي أخلاقيات بعض المخرجين. وبيضيف نزار بأنه البعض الثاني من المخرجين ما عندهم شخصية. ولما سألته رابعة فيما إذا كانت رشا شربشي من بيناتهم، فبيقول نزار هي كمان ما عندها شخصية، ومن بعدها بيتهرب من الجواب وبيقول ما بحب جيب سيرتها. رشا شربتجي ما عندها أنا ما بتدخل، ما بعرف. خليكي معي. شو؟ الله يوفقك. رشا شربتجي ما بحب جيب سيرتها. فعليا يلي حضر الحلقة بالكامل بحس انه في استفزاز من قبل نزار ابو حجر لإعلامية رابعة وللجمهور وحتى زملائه بالفن. بس انتو شو رأيكم؟ هل فعلا دخول نزار لمجال التيك توك واتهامه للمنتجين والمخرجين صحيح؟ وهل من المعقول بيدعي بالنبوءة؟ اكتبوا لي تحت بالتعليقات. ولهون بيكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم. بشوفكم بحلقة جديدة من حقائق مع رامي. سلام.